لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مفاجأة في موقع الدهس نجل فنان شهير عينت المخدرات إيجابية. في آخر تطورات قضية دهس نجل الفنان المصري الكبير عبد العزيز مخيون 3 أشخاص على أحد الطريق الزراعية في مصر تكشف تفاصيل جديدة. فقد بيّنت النتائج التحليل العينات بول ودم صلاح الدين ابن الفنان المتهم تعاطي المخدرات، ويخضع صلاح الدين للتحقيق بعد مقتل شابين وإصابة 2 آخرين بينما كان يقود سيارته أمام مدخل قرية قنوية بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة، إذا أسفرت الحادث عن مسرع لؤي محمد ووصف يعقوب 33 عاما، بينما أصيب كل من أحمد حامد الطويل وتامر فرحات عبد الصمد المقيمين بقرية الجيران التابعة لدائرة أبو حمص، ونقل إلى المستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم. كما كشفت التحقيقات أن الحادث تسبب في إتلاف عدد من السيارات والدراجات البخارية التي تصف بوجود أثناء وقوع الحادث، فضلا عن محل جانب الطريق الزراعي. فيما تواصلت التحريات المبدئية سابقا إلى أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة، وكان القاضي المعارضة بمحكمة أبو حمص الجزائية قرر تجديد حبس نجل الفنان مخيون 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع المراعاة التجديد له في الموعد القانوني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.